في فيديو النهاردة هنتعرف على نصائح للجيم لو التزمت بيها هتوفر على نفسك سنين من التعب والضياع. ناس كتير بتتمرن وبتحس إنها بتعمل كل حاجة صح، لكن النتيجة بتيجي بطيئة أو مش بتيجي خالص. المشكلة مش في قوتك، المشكلة في التفاصيل الصغيرة اللي ناس كتير بتتجاهلها. النصائح دي مبنية على أساس علمي وتجارب لاعبين كتير، ولو طبقتها هتشوف فرق حقيقي في قوتك وشكل جسمك ومستواك في الجيم. شفائيات. أول نصيحة هي إنك تدخل الجيم بخطة واضحة ومكتوبة، مش بعشوائية. لازم تكون عارف هتلعب إيه بالظبط، والعضلات المستهدفة، وكام مجموعة وكام تكرار، ووقت الراحة بين المجموعات، وإمتى تزود الوزن أو الشدة. وجود خطة بيخليك مركز وبيخلي كل تمرينة ليها هدف، وكمان بيمنعك من إنك تفضل تكرر نفس التمرين بنفس الوزن من غير أي تقدم. ومع الوقت الخطة بتخليك تتابع تطورك أسبوع ورا أسبوع، وده أساس بناء العضلات بشكل علمي. تاني نصيحة هي إن التكنيك الصح أهم من أي وزن تشيله، لأن رفع وزن تقيل بحركة غلط ممكن يديك إحساس كاذب بالقوة، لكنه في الحقيقة بيضغط على المفاصل وبيقلل شغل العضلة. الحركة الصحيحة بتخلي العضلة تتشد بالكامل وبتحميك من الإصابة وبتزود النمو. ركز دايما في النزول البطيء والتحكم في الوزن والضغط في آخر الحركة، وكل تكرار معمول صح بيساوي تقدم حقيقي حتى لو الوزن أقل. ثالث نصيحة هي إن التغذية هي الأساس الحقيقي لأي جسم قوي. التمرين بيكسر الألياف، لكن الأكل هو اللي يبنيها. جسمك محتاج بروتين كفاية علشان يعيد بناء العضلة، وكربوهيدرات علشان يديك طاقة، ودهون صحية علشان تظبط الهرمونات. الاعتماد على الأكل الطبيعي أغلب الوقت بيخلي جسمك يتعافى أسرع ويديك أداء أقوى، ومن غير أكل مظبوط هتفضل تتمرن من غير نتيجة مهما تعبت. رابع نصيحة هي إن النوم والتعافي جزء أساسي من التمرين، مش حاجة جانبية. أثناء النوم الجسم بيصلح الألياف العضلية وبيفرز هرمون النمو اللي مسؤول عن التضخيم والقوة. قلة النوم بتقلل التركيز والطاقة وبتزود خطر الإصابة حتى لو برنامجك ممتاز. من 7 ل 9 ساعات نوم يومياً بتفرق بشكل كبير في شكل جسمك ومستواك في الجيم. خامس نصيحة هي إن الاستمرارية هي السر الحقيقي لأي نتيجة. الجسم بيتغير بالتراكم مش بالحماس المؤقت. تمرين واحد قوي مش هيعمل فرق، لكن التزام شهور وسنين هو اللي بيبني جسم حقيقي. حتى لو بتتمرن 3 أيام في الأسبوع بس بثبات هتشوف نتيجة. المهم إنك ما توقفش وما تستسلمش، لأن اللي بيكمل هو اللي بيكسب في الآخر. الخلاصة إن الجيم مش سباق ولا استعراض، الجيم رحلة محتاجة وعي وصبر والتزام. لو ركزت على الخطة والتكنيك والأكل والنوم والاستمرارية هتشوف فرق حقيقي في قوتك وشكل جسمك. ولو عايز فيديوهات أكتر عن التمرين والتغذية وأسرار بناء العضلات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في التعليقات إيه أول نصيحة هتبدأ تطبقها من النهاردة.